والله بعودة يا ابو ليلى يا غالي، والله بعودة يا ابو ليلى يا غالي. عمرو السولية ضربة جزاء اهيت، ضربة جزاء. بس اتبسطنا، فرحنا لعمرو السولية عشان كشخصية اهلاوية في الملعب، كقائد في الملعب، حاجة كبيرة طبعا. وطبعا والله بعودة يا محمد يا مجدي يا قفشة، تسديداتك الرائعة. فين بقى الكلام ده من بدري؟ انا ما شفتش تسديدات لمحمد مجدي قفشة من ايام القاضية ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، وحشتوني جدا. النهارده طبعا طالعين نتكلم على ماتش الاهلي وكده. تمام. بالنسبه للنادي الاهلي يعني انا مش فاهم يعني. اولا ان انا عندي تعليق كده على التيشيرت بتاع النادي الاهلي، مش عاجبني النهارده خالص ولا عاجب اي حد. ماشي. بالنسبه بقى للنادي الاهلي، اداء النادي الاهلي يعني انا استغربت النهارده. طلائع الجيش طالعه النهارده تهاجمنا، وضغط عالي من قدام، ضغط عالي من قدام. كندوسي طبعا لاعب مميز جدا، وعارفين امكانياته وكل حاجه، ولسه عنده الكتير. بس اللي يشغلك في ده كله بقى، الكندوسي ده مش مركزه اصلا. الكندوسي ده مش مركزه اصلا. والله بعودة يا ابو ليلى يا غالي، والله بعودة يا ابو ليلى يا غالي. عمرو السولية ضربة جزاء اهيت، ضربة جزاء. بس اتبسطنا، فرحنا لعمرو السولية عشان كشخصية اهلاوية في الملعب، كقائد في الملعب، حاجة كبيرة طبعا. وطبعا والله بعودة يا محمد يا مجدي يا قفشة، تسديداتك الرائعة. فين بقى الكلام ده من بدري؟ انا ما شفتش تسديدات لمحمد مجدي قفشة من ايام القاضية ممكن عمل رائع النهارده، تسديده رائعه من محمد مجدي قفشه. طبعا الاهلي في الشوط الاول كان شيء، والشوط الثاني شيء خالص. الاهلي مع كولر في حته تانية، الاهلي مع كولر في حته تانية. الناس اللي هتشكك وتقول كولر عشان خاطر اللعيبه لا، ده كولر بمعنى صح. يعني مين هو اللي في الملعب؟ الاهلي بمنحدر. تسديدات محمد مجدي قفشه النهارده تمام. لا، قفشه ابتدى يرجع واحده واحده. النهارده لاعب اداء وكذا ثرو، والتسديده بتاعته لا، النهارده لاعب رائع. اداء 5 دقايق تقريبا كده، بس اداء رائع رائع رائع. بروم ساديو هنستنى منه كتير لاخر الموسم، او انا بقول لكم اهو بروم ساديو لاعب رائع. اللاعب نفسها اللي بتبين، وهي اللي بتقول شخصيته، ودي شخصيه النادي الاهلي. كان في الشوط الاول شيء، والشوط الثاني شيء خالص. تمام. طبعا فرحنا لعمرو السولية. والله بعودة ابو ليلى بقاله فتره طبعا الاصابه وكده، رجع الماتش ده ورجع الماتش اللي فات. ماشي. بس النهارده ضربه جزاء وصارونا بقى من محمد مجدي قفشه عشان ما اطولش عليكم. تسديده كده في نهائي دوري ابطال افريقيا، ولا تسديدين نخلص البطوله ونحتفل بالبطوله، وباذن الله افريقيا اهلي. وعشان ما اطولش على حضراتكم، خش ادعمني بلايك وسبسكرايب وشير.